مصر حاسة بقيمة الفوازير، بس دلوقتي حسيت بيها أكتر، وحسيت هي قد إيه يعني خدمتني الفوازير دي. بس بالنسبة لآخر سنة في الفوازير كانت حلوة، كانت أحلى سنة فيهم. ليش؟ فأنا قلت أكيد ليش حاجة. احلى سنه فيهم يعني؟ لأنه كل سنة الواحد بيزيد خبرة وبيفهم ذوق الجمهور وهو عايز إيه ومش عايز إيه. يعني قبل في السنين الأولانية كانت الفوازير مثلا تمثيلية أو مش عارفة غنوة واحدة. لما توصلت إن الجمهور عايز بيحب الاستعراض أو يحب يشوفني في الاستعراض، فابتدينا نعمل كل الفوازير نفس الفزورة غير التتر والنهاية كمان استعراض في النص. فيعني اقصد اقول ان الواحد لما بيمر باكتر من سنه في عمل معين، يعني بيبقى عنده شيء من الخبره فيها. فحسيت ان اخر سنه كانت كويسه، قلت اسيبها وهي كويسه. طيب ايضا لما ترتبطين انت في مسابقات رمضان لا تعملين اي عمل؟ لا كنت بتفرج تمام. يعني ايش كنت تاخذين؟ والله انا كنت باخد يقال احيانا تقعدين يعني بالتلفزيون هناك العربي، ما كنتش يعني بروح. ما تغادرين؟ ما روحش ابدا البيت، يعني كنت افضل قاعده بالايام، خصوصا في عارفه الايام الاخيره كنا بنتزنق جدا في الوقت. فبس ده ما كانش بيتعبني، انا كنت سعيده بيه لان بلاقي رد الفعل. يعني الواحد بيقول فنان يعمل حاجه ويلاقي جمهور بيستناه، يعني دي نعمه من عند ربنا. صحيح. يعني صحيح. مش ممكن فنان يطمع في اكتر من كده. فده اللي خلاني اهملت السينما شويه وبعدين قلت بقى يعني اهتم برضو شويه بالسينما. فحضرتك كنت بتساليني على الاجر. قبل شويه كنت انا سمعت انك انت ما تاخذين اجر على الفوازير. لا ازاي؟ لان هي يقال ان اللي كانت تعطيها الشهره. الناس كان لدرجه ان القاهره مثلا وقت عرض المسابقات تلقين ما في الزحمه اللي المعروفه يعني. ما ادري. لا هو الحقيقة طبعا كان التلفزيون بيديني فلوس، هم يمكن قصدهم علشان أنا كنت بجيب فساتين كتير على حسابي. هي حكاية الفساتين دي أنا غاوياها، يعني طول عمري أحب ألبس. كان ممكن أطلع فستانين 3 يعني، بس حكاية الفساتين الكتيرة دي هوايتي، يعني اختراعي إن أنا أغير في كل لقطة وكده. دي انا بصرف عليها، ما حدش بيغصبني ان انا البس فساتين كتير كده، ده على حسب يعني ذوقي انا. يعني انا ممكن اطلع برنامجي بنفس الفستان يعني ممكن ما حدش هيقول لي. اكمني كنت بصرف على الفساتين كتير، فهم قصدهم يمكن يقولوا ان، بس انا طبعا كان التلفزيون بيديني اجر ازاي بقى، مش معقول. وايد يعطونك؟ وايد. 15,000 جنيه على 30 شهر. على الحلقات كلهم 10 بالشهر. هي ربع ساعة، تلت ساعة، أوقات كانت توصل نص ساعة. بس يعني بالنسبة ل 30 حلقة ككل استعراضات وغنى ورقص 15,000. نجاح الفوازير إذا قلنا اللي جزء منها، أكيد في حد ثاني معاش طبعا. نقول مين؟ كل اللي شاركوا في الفوازير. نقول ما يخالف. الأستاذ فهمي عبد الحميد مخرج الفوازير، الأستاذ صلاح شاهين مؤلف الفوازير، الأستاذ حسن عفيفي مدرب الاستعراضات والرقصات، وبعدين في بقى عدد كبير قوي من ملحنين مصر، يعني في الأستاذ حلمي بكر، في الأستاذ أحمد صدقي، في الأستاذ هاني شنودة، في الأستاذ خالد الأمير، في الأستاذ إبراهيم رجب، في الأستاذ سيد مكاوي، في عبد العظيم عويضة، في قبل كده لحنوا برضو الأستاذ محمد الموج والأستاذ حلمي أمين والله يرحمه منير مراد. الله يرحمه. يعني إن شاء الله ما أكونش ناسية بس حد. لا ما يخالف، هو أحيانا في اللقاءات طبعا الواحد يسهى عن بعض الأسماء فالمعذورين. نقدر نسمع شيء تعتزين فيه من الفوازير مني أنا دلوقتي؟ أقول
اقول ايه يا ستي؟ اقول حته اللي تحبينه. انت شفت فوازير عروستي هنا ولا لا؟ انا شفت جزء بسيط، كنت في القاهره شفتها، بس هني ما شفتها. طب انا هقول لك حاجه، يعني هم شافوا الخطبه هنا او هقول لك حته من عروستي فوازير السنه اللي طيب، فاتت. اوكي. بوم تك بوم عروستي، بوم تك بوم عروستي، عروستي عروستي، لا 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 لا، عروستي عروستي، لا 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 لا، لقيت كتاب في الصندارة، ترم تررم ترررررم، أولاقه صفرة مشرشرة، من كتر ما في قلبي فوازير نجمة غلاف مفزرة مفزرة، لا 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 لا، فتفزروا تررررر وتحذروا، ماذا تروا ماذا تروا ماذا تروا. يعطيك العافيه. انا مش حافظاها، تصوري نسيتها. معلش اعذروني. ني للمسرح. ايوه. ايش قدمتي في المسرح؟ أنا برضو بالنسبة للمسرح تقريبا ابتديته في سن مبكرة جدا زي السينما، يعني سن 13 سنة 14 سنة. التحقت فرقة الرحالة. حلوة مدرسة. يلا. يعني حقيقي مسرح الريحاني طبعا كانوا كلهم بيعتبروه مدرسة. وكان الأستاذ فريد شوقي برضو أياميها موجود هناك، وعملنا عدة روايات من الروايات القديمة بتاعت الأستاذ الريحاني، وجينا هنا الكويت وقدمنا مسرحية الدلوعة ويا كان في نفسي، يعني كذا مسرحية. عملت في مسرح الريحاني حوالي 15 مسرحية، وبعدين بعد كده عملت في القطاع الخاص عندنا في مصر برضو حوالي 6-7 مسرحيات، يعني عملت مسرحيات كتير. أحسن مسرحية عملتيها؟ أنا كنت بالنسبة للروايات اللي ما كانتش مكتوبة ليا أنا، كانت مكتوبة للسيدة ميمي شكيب أيام الريحاني. أنا عملت الدلوعة، يمكن تعرفيها، أنا كنت بحب الرواية دي قوي. وبالنسبة للروايات اتكتبت لي أنا مخصوص في رواية اسمها العيال الطيبين، كنت مع الأستاذ نور الشريف فيها، برضو دي رواية بحبها.